عايز بديل يخليك تبطل السجاير؟ لا ريحتك هتبقى وحشه، ولا نفسك هيضايق الناس، ولا صحتك هتروح. دي الخدعه اللي صدق الناس ان الفيب معمول عشانها، انه يخلي المدخنين يبطلوا. الفيديو ده يهمك جدا سواء كنت مدخن او مش مدخن. انا احمد حنيش، ودي الحلقه الخامسه من سلسله الماركتنج الاسود اللي بتفهمك ازاي التسويق ممكن يقنع الناس بمنتج يضرها. هتطلع من الحلقه دي فاهم اللعبه اللي لعبتها شركات الفيب، وفاهم الفيب بيستهدف مين اصلا. البدايه شكلها بريء، اتنين مهندسين من ستانفورد بيدخنوا، قالوا هنعمل بديل يخلي الكبار يبطلوا سجاير. حلو حلو. بس بص التسويق عمل ايه. اول حمله اسمها فابرايز، افتح الاعلانات وشوف بعينك موديلز في العشرينات، الوان فسفوري، اعلانات على الانستجرام، وانفلونسرز شباب بيصوروا نفسهم بالجهاز. طب استنى، المفروض المنتج ده للراجل الأربعين اللي عايز يبطل تدخين. ليه اللي بيعلنوا عنها شباب صغير في العشرينات مش في الأربعين؟ الإجابة ظهرت في مكان ملوش أي علاقة بالإقلاع عن التدخين أبدا، المدارس. مسح حكومي أمريكي سنة 2019 لقى إن حوالي واحد من كل 4 طلاب ثانوي جرب الفيب، والمدرسين كانوا بيلاقوا الأجهزة مستخبية جوه الأقلام والبراويز لأن شكلها أصلا مش سيجارة. ومفوض هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وصف اللي بيحصل بكلمة واحدة: ده وباء. مع كل ده الفلوس كانت بتقول قصة تانية. سنة 2018 أكبر شركة سجاير في أمريكا اشترت 35% من الشركة دي بتقييم 38 مليار دولار. شركة عمرها 3 سنين بقت أغلى من شركات عندها 100 سنة. اسأل نفسك ليه شركة سجاير تدفع كل ده؟ الإجابة ببساطة لأنها شافت الأرقام اللي أنت لسه شايفها. جمهور جديد بالكامل داخل على النيكوتين. ولايات أمريكية كتير رفعت قضايا، والاتهام المكتوب في القضايا كان واضح: التسويق استهدف قُصّر. سنة 2023 الشركة دفعت 462 مليون دولار تسوية مع 6 ولايات. إجمالي تسويتها في القضايا المختلفة عدى المليار دولار. شوف الخدعة كانت في إيه بالظبط؟ ما قالوش منتج المراهقين، هم قالوا بديل المدخنين عشان يبطلوا. لبسوا الضرر لبس المنفعة، والنكهة الحلوة والشكل اللي زي الفلاشة ما كانوش صدفة، دي أدوات وصلت المنتج لأصغر جمهور ممكن. وده بالظبط اللي بنفضحه في الماركتنج الاسود. مش التسويق اللي بيبيع لك حاجه، التسويق اللي بيقنعك ان اللي بيضرك هو اللي بينقذك. خليك فاكر، قبل ما تصدق اعلان بيبيع لك حل، اسال الاول الحل ده بيستهدف مين. لو وصلت لحد هنا اعمل فولو وقول لي في الكومنتات تفتكر ايه الشركه الجايه في الماركتنج الاسود.